جسم الإنسان بيبقى بيحافظ أول خطوة من خطواته على البقاء، بمعنى إن هو في حالة إن أنت ما بتدخلوش مية أو ما بتشربش مية كتير، فهو بيبدأ يفهم إن إحنا في مرحلة عطش، وفي الحالة دي لازم أحافظ على المية اللي جواه. كذلك العكس، لو أنت زودت كميات المية اللي أنت بتشربها بيفهم إن المية دي حاجة متجددة، فلازم أتخلص باستمرار من المية اللي الراجل ده بيشربها. فهيفضل عندك حتة ان انت ممكن تتحكم في ان انت جسمك بيبقى حابس مية وتتخلص منها ازاي من خلال شرب المية الكتير. نفس الوضع بالنسبة للناس اللي بتحاول انها تخس، بيقولوا نفس الكلام. احنا برضو كل ما بتاكل وجبات كتيرة صغيرة الحجم، الجسم بيبقى فاهم ان في معدل حرق نتيجة الاكل الكتير او المرات الكتيرة، غير لما بياكل مرة او اتنين زي ما الناس بتفهم ان الدايت ان انت تجوع نفسك. بيبدأ الجسم يفهم ان هو كده في حالة مجاعة، فلازم احافظ على الدهون اللي جوه مش احرقها.